أهلا وسهلا بكم ومع حلقة جديدة من سلسلة تحرير جمهورية مصر العربية والقضاء على ولاد فوزية ومحاكمة السيسي وعماله وجنوده وأتباعه بما يرضي الله للقصاص منه وتحرير الأوطان من الخليج إلى المحيط، من حدود الأناضول إلى المحيط الهندي بإذن الله. وسنبدأ بمصر إن شاء الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا العام بإذن الله رب العالمين هو عام سقوط السيسي، ونسأل الله أن يسقط معه أولاد فوزية. هذا العام 2025 بإذن الله هو عام السقوط المدوي لعبد الفتاح السيسي وأولاد فوزية وكلابه وغنماته ومعيزه. فأهلا وسهلا بيك يا مرحبا. هل تبايع بهجة صابر على الثورة إلى زوال الطواغيت؟ وبنقول للناس: من منكم لديه قسم للناس تقسم به على الولاء والبراء لقائدا لهذه الثورة، سواء كان بهجة صابر أو غيره؟ نحن الآن في إطار تدارس من يصلح وما هي الأسماء التي تصلح إلى قيادة الثورة المصرية. فإن كان لديكم من هو جدير بذلك والظروف تسمح فاطرحوه علينا نناقش الأمر، لا مانع من ذلك، بل أنا أشجع لهذا، لأن احنا هدفنا هو إسقاط الطواغيت والعودة إلى الله ورسوله، هو عودة الخلافة الإسلامية. أنت تاني عاوز ترجع لي الخلافة؟ نعم، لماذا لا تعود الخلافة وأنا أحيا لمدة 30 سنة أو أكثر في دولة الخلافة اسمها أمريكا، وفي دولة خلافة تانية اسمها الصين، ودولة خلافة ثالثة اسمها روسيا، ودولة خلافة رابعة اسمها البرازيل. أوروبا كانت تسعى إلى دولة الخلافة وما زالت تسير في هذا النهج يعني. كندا دولة خلافة فيها أكثر من لغة، كندا فيها إنجليزي وفرنساوي. سبحان الله. فإن كنا ساعين إلى عودة الخلافة في الدولة أو في المنطقة الوحيدة الأقدر بالخلافة، أصحاب دين واحد، الأعراق فيها مش كتيرة، الدين كما قلنا واحد، اللغة واحدة، العادات تقريبا واحدة، حتى الفود حتى الطعام متقارب. فإن شذوا في النهاية كلنا نأكل الطعام، فيه المذاق العربي، حتى مذاق الرجال والنساء. لو سألت المرأة ماذا تتمنين في البنية، يعني في الزوج، هتقول لك تقريبا اللي في المغرب، هتقوله لك اللي في الخليج، اللي في مصر، اللي في السودان، اللي فوق في الشمال. لو سألت الرجل العربي ماذا تتمنى في زوجتك، تقريبا المغربي هيقول لك اللي هيقوله العراقي، اللي هيقوله المصري، اللي هيقوله السوداني، اللي هيقوله رجل الخليج. البيوت، الإعمار، مفيش شذوذ في الإعمار. لو حبيت تبني فيلا، تبني بيت، مش هتلاقي هناك شذوذ في الذوق ضخم بين الدول وبعضها. لو رحنا للفن الحرامي والحلال، هتلاقي الشعوب ما بتختلفش كتير، حتى الأغاني مثلا،
المطرب العراقي بينجح في كل الدول العربية، المطرب المصري نفس القصة، المطرب المغربي لو غنى باللغة الدارجة مثلا نفترض المصرية أو العربية هو نفس الذوق يعني. في لهجات موجودة، في لهجات موجودة زي في مصر، لهجة الجنوب غير لهجة الإسكندرانية، غير لهجة الناس بتوع القاهرة، لهجة الشرقاوي غير بتاع الإسماعيلية. فاللهجات دي موجودة داخل الوطن الواحد، بل داخل المحافظة الواحد. ممكن تلاقي في حد يعني بيتكلم حاجة كده في نفس المحافظة، قرية من القرى أو مركز من المراكز، في بعض التكات على بعض الكلمات وكده، فموجود الكلام ده يعني. لكن في النهاية لما الكل بيتكلم الكل بيفهم. وهناك في مشترك، اللغة العربية، الدين، القرآن. حتى لو كان مسيحيا فهو عنده القدرة على قراءة القرآن، حتى لو كان يهوديا يستطيع أن يقرأ القرآن، أي يستطيع أن يتحدث باللغة العربية. فلما لا نكون دولة خلاف؟ واللي شايف إن في الخلافة مصيبة كما يدعوا الطواغيت وعبيدهم فليأتي ويحاججنا فيها، يجي ويقول لنا انتوا غلطانين والخلافة ما تنفعش، الخلافة دي بهدلة، الخلافة دي واللي شايف ان الدين الاسلامي لا يستطيع ان يحكم بتشريعاته يجي برضك ويقول لنا. بس يأتي بنفس سوية على الفطرة السوية، لا يأتي محملا بالأمراض. تعالى وتقمص شخصية، لو انت مريض نفسيا ابتعد عن أمراضك النفسية وتقمص شخصية الإنسان ذو الفطرة السوية وتعالى ناقشنا. هنوصل لحلول كده كده هنبسطك يعني بإذن الله. ولو فشلنا يا سيدي يبقى ديننا ما ينفعش، يبقى مشروعنا فاشل، وحاشا لله أن تكون تشريعات الله فاشلة في حكم الأرض. أنت تقعد بقناعة إن أنت دينك هو اللي ده أنا واثق مليون في المية إن جلست معنا بفطرة سوية، وأنا الجاهل اللي ما عنديش العلوم ولا عندي أي حاجة أقنعك بإذن الله. لأن الدين الإسلامي هو دين الفطرة. أنا مش محتاج أكون ذو علم عميق وأستاذ فقه وعلوم أحاديث وحافظ للقرآن عشان أقنعك. أنا محتاج إن أنا أعود إلى فطرتي السوية للإنسان السوي، لأن الإسلام هو دين الفطرة، نزل على الفطرة. أي إنسان عندما بعث الله سيدنا موسى بعثه لطائفة من الناس، اليهود أو بني إسرائيل، ما كانش فيه يهودية بقى في الوقت ده. وعندما بعث الله سيدنا عيسى بعثه لنفس الطائفة، اليهود. بس دول اليهود دول كانوا بني إسرائيل، ودول بني إسرائيل اليهود بقى، فكانوا يهودا. إنما عندما بعث سيدنا محمد بعثه للعالمين أجمعين. فلو تحدثت مع الإنسان الأسترالي اللي على الفطرة اللي ما حدش عارف لغة إيه اللي بيتكلمها، أو النيوزيلندي في نيوزيلندا هناك في الشرق، أول دولة يطلع عليها الشمس، وترجمت له بلغته سيؤمن بإذن الله إن كان على الفطرة السوية. سيدنا إبراهيم كان مسلما، وسيدنا موسى كان مسلما، وسيدنا عيسى كان مسلما، وسيدنا سليمان، سيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف، كل هؤلاء الرسل والأنبياء كانوا مسلمين. سيدنا آدم كان مسلما. لما نتحدث عن الإسلام وبعدين يجي واحد اسمه محمد أحمد مصطفى وينكر هذا الأمر وينكر تمكين شرائع الله من أرضه،
اعرف إن ده ما عندوش نفس سوية، ما عندوش فطرة، فطرته مشوشة، مريض، مجذوب. ما تزعلش مني يعني، وهاثبت لك بإذن الله، وأنا الضعيف المسكين إلى الله، هاثبت لك إن أنت مريض، أو المعلومات عندك مش متضبطة يعني، كإنسان، ما باكلمكش كمسلم، لأ كإنسان، هتلاقيك مش سَوِي، مش ممكن تكون سَوِي، لإنك لو مسكت شرائع الدين الإسلامي تشريع وفرضته على النفس السوية، لن تجد فيه لا نقيصة ولا خطيئة ولا شذوذ ولا أي شيء، متضبط، متضبط. لكن في بعض الناس واصل لهم الإسلام بطريقة خاطئة، مش مضبوطة يعني، ضاحكين عليك، مشوشين المعلومة عليك،